البداية بأخبار الجهات ومن ولاية قفصة، حيث عمل إضراب العام اليوم معتمدية بالخير وأغلقت المؤسسات العمومية والمتاجر، كما عمد عدد من شباب المنطقة إلى احتجاز عدد من الشاحنات الثقيلة، وذلك للمطالبة بتفعيل المشاريع المبرمجة لفائدة هذه المعتمدية. الزميل أحمد عيساوي التقى عددا من أهالي معتمدية بالخير. الأهداف نتاع الإضراب هي أول حاجة تنموية بحتة. طلبنا 3 شهور التالي مع زوز ولاد سابقين الوالي جديد مجلس محلي للتنمية، مرعنا أن كل مرة نطالبوا بالطلب هذا تجينا هاكم أنتم طرق تطالبوا بها ما تجيش. أهم المطالب هي تفعيل جميع المشاريع المعطلة في بالخير اللي ميزانياتها ترصدت في 2009 و2010 و2011 وبخط معطلة لأسباب ما ندروش عليها. حابين جلسة عمل فعلية مع السلطات الجهوية، الكل كان مندوبية الفلاحة، مندوبية التعليم، مندوبية الصحة، الكلهم يجوا في مجلس محلي للتنمية في بالخير. احداث المنطقه الصناعيه وبدايه الاشغال فيها فورا، المنطقه الحرفيه، المنطقه السقويه، محطه التحليه فلوسها مرصوده. قمنا بالاضراب العام هذا نظرا لتعطل عديد المشاريع نتاعنا، وكنا قد طلبنا السلطات الجهويه والمحليه في بالها بمطالبنا، لكن ما لقيناش حتى تجاوب من طرف اي نوع نتاع مسؤول، ولذلك نحن اليوم دخلنا في اضراب مفتوح ما تعرفش عليه وقتاش يتحل. اول حاجه نطالبوا بها هي انه مسؤولين يهبطوا مثال يجوا يشوفوا مشاكلنا، مش معقول وتبدا في بيرو غادي وتحكي على تنميه في بالخير ولا في ان امبورت كل بلاصه في تونس. عقد مجلس محلي للتنميه يشاركونا فيه، التعامل بكل شفافيه وبكل وضوح وبكل دقه مع المطالب نتاعنا. احنا عانينا من التهميش قبل وتوا، قلنا هي ثوره واكيد باش ينالنا اذا كان مش الكثير القليل، رجاء التفاته صحيحه. واحنا راهو الاعتصام هذا باش يتواصل وما يتحل الا اذا كان زورنا وزراء ويحسوا بالبلاد ويحسوا بالتهميش نعيشوه احنا، وحاسين ان التهميش هذا مش دابا توا متواصل.